الاهلي نادي الدوله هو اللي بيحكم ولا الرابطه غلطت وحاولت تداري على غلطها؟ مبدئيا قرار الرابطه ده انا عندي معلومه بيه من اكتر من 10 ايام ان في الاخر الموضوع هيرسى على اللي حصل ده، والاهلي هيتخصم منه نقط ماتش الزمالك بس ومش هيتخصم منه 3 نقط اخر الموسم. الموضوع ببساطه كان ان الرابطه عملت ازمه على الفاضي. اللائحه بتكفل لاي فريق ان هو يطلب حكام اجانب لاي ماتش في بطوله الدوري، هو ده بالظبط اللي النادي الاهلي عمله واللي الرابطه كانت عارفه من الاول ان الاهلي هيعمله، فقاموا حاطين ماتش الاهلي والزمالك في اول جوله وما سابوش وقت كافي للفرق ان هي تطلب حكام اجانب، فبالتالي الاهلي اعترض وقال لك مش هلعب غير بحكم اجنبي، وفي الاخر حصل اللي حصل واللي كلنا شفناه الفتره الاخيره. وفي الاخر قرار الرابطه ده على فكره هو اللي النادي الاهلي كان عايزه. الاهلي كان عارف ومتاكد 100% مع كل البيانات وكل الشكاوى دي ان ماتش الزمالك عمره ما هيتعاد وان الاهلي هيخسر نقط الماتش كده كده. هم بس كانوا عايزين ما يخسروش 3 نقط زياده لان كده هيبقوا خسروا الدوري اكلينيكيا. والناحيه الثانيه الرابطه والاتحاد عارفين ان هم غلطانين وازموا الدنيا، فكان لازم نلجا في الاخر زي كل ازمه لحل وسط. بس طبعا الزمالك وبيراميدز طلعوا بيانات اعتراضات وده حقهم برضه، بس في النهايه القرار اللي طلع ده هو القرار الاخير، وده اللي هيحصل كل مره سواء مع الاهلي او الزمالك او اي طرف قوي في المنظومه. الدنيا كلها عكه فهنقعد قعده عرب ونحلها، عشان لو مشينا باللوايح ناس كتير هتزعل.